السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خسرنا وخرجنا. قلنا لكم فيتوريا مدرب غشيم، قلنا لكم مصر ما عندهاش مدرب، قلنا لكم فيتوريا ما ينفعش، قلتوا لنا اطلعوا من البلد. طلعنا، خسرنا من الكونغو الديمقراطية، واحدة من أضعف فرق البطولة على الإطلاق. لعبنا 4 ماتشات ما كسبناش ولا ماتش، وما فيش ولا ماتش فيهم قصاد فريق كبير. خسرنا بركلات الترجيح 8-7. مصطفى محمد اللي سجل الهدف بتاعنا خلال المباراة من ركلة جزاء صمم انه يشوطها وزيزو موجود، خد الكرة في ايده لما الحكم حسب بنالتي عشان يمنع زيزو يروح يشوطها، وهو اللي دخل في ركلات الترجيح عشان يشوط باستهتار غير طبيعي ويضيعها. وفي الاخر مهند لاشين رفض يشوط. طب انت نازل ليه تلعب لما انت رافض تشوط؟ خلى محمد ابو جبل هو اللي يشوط نمرة 9، ومحمد ابو جبل حارس مرمى مش متخصص ضيع. للاسف ماتش من اسوأ ماتشات كرة القدم في تاريخ منتخب مصر. يعني لو بتكلم ان الكرة في مصر بدأت 1920، عمر ما منتخب مصر كان سيء بالشكل ده. احنا وصلنا لمرحلة يا جماعة في الشوط الرابع الشوط الثاني الاضافي، منتخب مصر ما بيعملش حاجة غير انه بيدافع بس، وبيضيع وقت بس، وبيطلع الكرة من الملعب، وبيدعي الإصابة بشكل لا يتناسب مع اسم مصر. حتى اسم مصر ما ينفعش يبقى كده. عيب. ايه اللي عمله فينا فيتوريا ده؟ من اول يوم قلنا لكم فيتوريا ما ينفعش، قعدوا يطبلوا له. بتطبلوا لمين؟ ده ما بيعرفش، واحد ما بيعرفش. وادي النتيجة يا جماعة. ركلات الترجيح بدأت محمد عبد المنعم دخل بمنتهى الثقة 1-0 لمصر، اتعادلوا. دخل مصطفى محمد باستهتار ملوش داعي، حطها بره خالص. دخل نمرة 26 اللي كان شاط فاول اثناء الماتش فوق العارضة بحوالي 20 ياردة، والكل اللي قاعدين حواليا قلت لهم هشوط فوق العارضة، وشاط فوق العارضة فعلا. بقينا زي ما احنا 1-1. عمر مرموش روعة، هم اتعادلوا. عمر كمال ما شاء الله روعة، هم اتعادلوا. محمد هاني ما شاء الله روعة، هم اتعادلوا. احمد حجازي جميل، اتعادلوا. مصطفى فتحي جميل، اتعادلوا. محمود حمادة جميل، اتعادلوا. كل مرة يتعادلوا. ابو جبل ما كانش موفق ابدا في ركلات الترجيح. الحقيقة الجونين ما صدوش، لان ابو جبل لما دخل على نمرة 9 عندنا شاط عالي، الجول ما صدش، وبعدين الجول بتاعهم هو اللي شاط برضه. الركله التاسعه الجول بتاعهم هو اللي شاط وجابها، كسبوا 8-7. انما للامانه المباراه كلها من الطرفين من اضعف مباريات كره القدم في تاريخ كاس افريقيا. شكلنا عار، ادائنا عار، اضاعه الوقت عار، الاعتراض وادعاء الاصابه عار. هل ده معقوله يا جماعه؟ ده منتخب مصر؟ ما انتم بتتفرجوا على الكره زينا من زمان. عمر شفتوا منتخب مصر بالحاله دي، بالحالة المزرية دي؟ احنا وصلنا للقاع، فنيا وصلنا للقاع، وبدنيا واخلاقيا وخططيا. عيب ان منتخب مصر يبقى فقير للدرجة دي. مين اللي جاب فيتوريا؟ مين اللي اتعاقد معاه؟ مين اللي دبسنا في المدرب الغشيم ده؟ مين يدفع الثمن؟ مش الفلوس اللي خدها، لا، صورة مصر السيئة بتطلع من دور ال16. احنا في مأساة فعلا. طب تخيلوا يا جماعة، الماتش قعد 120 دقيقة. حد يفتكر فيكم في ال 120 دقيقة دي كورة حارس مرمى الكونغو أنقذها؟ أي كورة حارس مرمى الكونغو أنقذها؟ ولا كورة. بس زيزو لما انفرد بيه، زيزو شاط فيه. أدي الكورة، أدي اللعبة الوحيدة اللي في الماتش اللي تقدر حارسهم موجود. غير كده ولا حاجة. حتى الجول اللي احنا جبناه ضربة جزاء، ما جبناش جول يعني واو، ضربة جزاء الفيديو احتسبها، كان الحكم ما احتسبهاش. للأسف منتخب مصر مجموعة من اللاعبين المحليين بس ينفعوا للدوري الممتاز. عارف ليه ينفعوا بس في الدوري الممتاز؟ عشان حكامنا بيصفروا لهم اي وقوع، وبيصفروا لهم اي تمثيلية، وبيصفروا لهم اي ضربات جزاء، وهو ده الكلام. للأسف كان عندنا فرصة كبيرة في البطولة دي. تخيل احنا لو عدينا كنا هنلاعب غينيا، فريق ضعيف كمان.
انما دلوقتي الكونغو الديمقراطيه اللي هتلاعب كينيا، واحنا حصلنا الجزائر وحصلنا تونس وحصلنا غانا. يلا ارجعوا للدوري بقى بلا وجع قلب بقى، ارجعوا للدوري بقى وارجعوا للحكام بتوعنا في الدوري. نص الفريق اللي بيمثل مصر لا يستحق ان يتواجد على الاطلاق. انما ما عندناش مدرب لا عارف يعمل تشكيل ولا عارف يعمل تغيير ولا عارف يعمل خطة ولا عارف اي حاجة، وبتلعب اضعف فريق في البطولة. والله العظيم الكونغو من اضعف فرق البطولة. طب انا عايز اسألك سؤال، مش حد فيكم شاف صدة لابو جبل النهاردة؟ اي صدة؟ مفيش صدة، ما راحتلوش، مفيش ولا كرة راحت له. انت الشوطين الثالث والرابع 30 دقيقة ولا فريق من الاثنين شاط على الجول. الاثنين يعني هم معاهم كرة ومسيطرين وضاغطين واحنا منكمشين، بس الفرقتين ما همش شوط على الجول. ده انت بتلعب النهارده فريق فقير قوي فنيا ومهاريا. ازاي ما كسبتش؟ انت تكسب الماتش ده 3-0 4-0 5. انت في اول 5 دقايق مضيع جونين من اسهل واسهل كورتين في الكوره. انت بعد 3 دقايق بالظبط كرة عرضية من مروان عطية على راس احمد حجازي واقف 6 امتار من الجول. يعني انا بيني وبين الفيديو ده حوالي 4-5 امتار. التاني 6 امتار بالجول. كده جول كده جول كده جول، نطحها لفوق. بتنطح ايه؟ هي دي عايزه نطحه؟ ده انت 6 امتار، ده انت سيبها تخبط في دماغك. بعديها على طول ب3 دقايق محمد هاني عطاها للنني جوه ال 18. النني لوحده لازم يشوط صح ويجيب جول، شاط وحش. تقوم كورته رايحه لمصطفى محمد اللي 6 امتار برضه من الجول. مصطفى محمد اي لمسه جول، بس مصطفى محمد ما كانش متوقعها فخبطت فيه. مش غلط، لا هي خبطت فيه وبعدت عنه وراحت الفرصه السهله قوي 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 قوي. الشوط الاول كان وحش قوي، بس الشوط الثاني جه عشان ينسينا الكوره. شوط كده زي مباريات الشركات في مصر، زي الدرجه الثانيه، مش الدرجه الاولى، لا الدرجه الثانيه. منتخب مصر مع البرتغالي فيتوريا نزل لدرجه لا يمكن انسان يصدقها. انا مش مسامح اللي جايبه اللي اسمه حازم امام، مش مسامحه ابدا. حازم امام النهارده دمر 120 مليون مصري. حازم امام ايه اللي جايبه؟ انت تعرف ايه يا حازم يا امام عشان تيجي تمسك بلد باسم مصر، عشان تروح بنفسك تجيب لنا فيتوريا وتقول ده مدرب عظيم، وبعدين تشتغل مشرف على المنتخب عشان تطبطب عليه وتداري عليه؟ يا ترى هيحصل ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. ولا حد هيحاسب فيتوريا ولا حد هيحاسب حازم امام ولا حد بيحاسب حد في البلد دي خالص. الله اللي يحزنك اكتر ان اعلام العار كانوا بيهللوا لفيتوريا وهو بيكسب تنزانيا وبيكسب ليبيريا في مصر. اللي يحزنك ان مرتبه 200,000 يورو يكفي 2000 اسره مصريه. 2000 اسره مصريه في سنه مش في شهر. مرتب فيتوريا في شهر يكفي 2000 اسره مصريه تعيش مبخدده لمده سنه. اللي يحزنك ان لحد دلوقتي في وزاره الرياضه وفي اتحاد الكوره هتلاقي اللي بيدافعوا عن فيتوريا، وهو خلى منتخب مصر اشلاء حاجه كده زي مركز شباب، وعندنا مجموعه محترفين زي الفل. قلنا لكم مشيان محمد صلاح غلط، قالوا لا محدش يقرب من صلاح، ده صلاح ده عمله نادره، واحنا كنا نحلم ان يبقى عندنا صلاح. اشربوا شوفوا اللي احنا وصلنا له ايه. الشوط الاول كله كر وفر وهجمات عشوائيه وتحكيم سيء جدا، ومع اننا ضيعنا فرصتين في اول 6 دقائق زي ما قلت لكم، لكن بعدها احنا مش بنعمل حاجه. احنا سيبنا الكونغو تدخل علينا، وكان لها 3 فرص في الشوط الاول. كان عندها كرة جوه ال 18 الولد لوحده عنده نقطة بلتي شاط في السماء الحمد لله. الوينج اليمين عدى من ابو الفتوح مرتين بطريقة عجيبة جدا. ابو الفتوح تحس ان يعني هو معاك كرة ماشي، بس انت مدافع، اساسك انك تلعب ومش معاك الكرة. اساسا دورك انك تجيب الكرة لان انت مدافع. الوينج كان بيعدي منه بسهولة غريبة جدا جدا جدا.
ومع ان منتخب الكونغو زي ما قلت لكم 10 مرات فقير قوي فنيا، لكن بقيه الشوط كان هو الاخطر على المرمى. سبحان الله سبحان الله. طول الشوط الاول بدور على جمله واحده تتنفذ بها هجمه، عمال يعمل جمل في اليمين هاني وحمدي وفوزيزو، جمله في الشمال فتوح وتريزيجيه. طب فين جمله في الوسط اللي هتجيب جول؟ فين اللعيبه اللي موجودين جوه ال 18 عشان يجيبوا جول؟ مفيش. مصطفى محمد لوحده في فدان بين 3 أو 4. في دقيقه 35 جابوا جول. اول كره تتشاط على مرمى ابو جبل جول. بس ايه؟ جول يكرهك في الكوره، لان الكوره رمي التماس لفريق الكونغو، وهي رمي التماس للكونغو مش لمصر. لعيبه مصر قالوا للحكم الرميه بتاعتنا، عايزينها رميه ليهم. اللاين مان قال للكونغو، الحكم شاور للكونغو. لعيبه كونغو ماسك الكوره عشان يلعبوا، ولاعيبه مصر محمد هاني وتريزيجيه وزيزو ومروان عطيه الاربعه بيشاوروا الحكم لا اللعبه الاوت هنا. فالولد لعبها لزميله اللي واقف فاضي خالص خالص، ومفيش حاجه تمنعه انه يلعبها، لان اللعب الحكم ليه هيوقف اللعب في تنفيذ رميه التماس؟ اتلعبت الكره، اللاعب لوحده دخل ال 18 لوحده. راح له حجازي متاخر، عملها عرضيه خبطت في رجل حجازي ودخلت الجول. صحيح لاعب اسمه ايليا لحقها براسه على خط المرمى او سواء عدتنا خلاص كده كانت داخله جول. وتشوف بعدها اعتراضات رهيبه. بتعترضوا على ايه؟ الكره فعلا اوت ليهم، لما شفناها في الاعاده اوت ليهم 100% اوت ليهم. راحوا للفار، الفار اوت صح، قال اللعبه صح والاوت ليهم، الاوت مش لمصر. الحمد لله ان احنا تعادلنا بسرعه، تعادلنا بسرعه قوي. في اول دقيقه في اول دقيقه بعد الجول بتاعهم ابتدينا نفوق وابتدينا نهاجم. الدقيقه 41 فاول لينا اترفع، احمد حجازي طالع عشان يلعبها، المدافع سبق ولعبها براسه، انما وهو بيلعبها براسه لطشوا بايده كده، لطشوا. الحكم قال العب، حكم ضعيف قوي وسيء قوي، قال العب. لعيبه مصر احمد حجازي مثل فيها حلو جدا، بعد ما اتضرب وقع على الارض وعمل فيها ميت، بس ده شطاره لانه اتضرب. لو هو بيمثل من غير ما اتضرب كنا قلنا غلطان، انما هو اتضرب فزودها شويه ومثل شويه، وده كان جميل وصح. لعيبه مصر راحوا للحكم وتلفوا حواليه. الحقيقه الفيديو نداه، والفيديو عرض له الصوره الصح، اللي ايد الولد بتلطش وش احمد حجازي، عيني عينك. اي حكم يشوف دي لازم يحسب بينالتي، رجع حسب بينالتي. لما الحكم حسب البينالتي مصطفى محمد رايح ماسك الكوره. احنا عارفين ان زيزو متخصص في تسديد ضربات الجزاء، بس مصطفى محمد راح ماسك الكرة عشان ما يخليش زيزو يروح له. وفعلا مصطفى محمد هو اللي شاطها، والحمد لله شاطها وجابها جول. الحمد لله. دخلنا على الشوط الثاني، مفيش ولا تغيير في منتخب مصر، واحنا في الملعب وبعد ما ال11 بتوعنا نزلوا وخلاص وهنبدا، احمد مفتوح قال اي. طب ما قلتش اي ليه بين الشوطين؟ طب ما انت كان عندك 15 دقيقة وبعدين ما حصلش حاجة، ده انت نزلت ماشي. بس واضح ان احمد مفتوح مش مستعد، وواضح ان احمد مفتوح كمان مش بينام كويس، مش بيرتاح كويس. يعني في حالة مش مظبوطة صحيا عند احمد ابو مفتوح، لان تغييره بعد ما نزل الملعب مع زملائه وقبل ما الشوط يبدأ دي حاجة جديدة. انا اشوف لاعب يصاب اثناء عمليات الاحماء قبل المباراة، لان الاحماء بياخد وقت 20 30 40 دقيقه، انما انت نازل مش عايز احماء، ده انت لاعب شوط. فكانت اصابته غريبه، استبدل بقى بمحمد حمدي اللي نزل من غير احماء. المهم بدا الشوط الثاني بكوره في منتهى الروعه في الدقيقه 60 من اجمل الالعاب، يمكن دي اجمل لعبه في الماتش. محمد هاني دخل في اليمين وعدى كويس وعملها عرضيه لحمدي فتحي اللي ببراعه، والله العظيم براعة تفوق الخيال من حمدي فتحي. شايف زيزو جاي ازاي، وحطها لزيزو قدامه انفراد، هو والجول، مفيش حد خالص غير زيزو والجول. للاسف زيزو اتلخبط، اتفاجئ، ما صدقش نفسه، عملها بطريقه متعجله، بطريقه متسرعه، بطريقه خاطئه، خبطت في الجول وراحت فرصه هي اسهل فرصه لمصر في المباراه. مفيش شويه ونزل محمود حماده كبديل، وكره جات لزيزو في اليمين، والماتش خلاص بيرفرف، داخلين على الوقت الاخير.
زيزو الكرة جات له في اليمين، راح مرقص المدافع من فوق راسه شمسية من أبدع ما يكون. مهارة رهيبة ما شاء الله من زيزو، وعدى وساب المدافع لوحده ودخل منطقة الجزاء. وهو داخل منطقة الجزاء المدافعين راحوا له، فضوا مسافة وراهم، راح عاملها في المسافة الفاضية لمحمود حمادة اللي مش منفرد، اللي لوحده تماما، ولا بني آدم حوله، لا مدافع ولا جول ولا زميل، عنده كل الدنيا يجيب جول ويدخل التاريخ ويبقى هو اللي وصل مصر لدور الثمانية. لكن محمود حمادة اتلخبط، يشوط على طول يجيب جول وجول فاضي، ولا يوقفها ويضمنها 100% ومحدش معاه، يعمل دي ولا دي؟ لا عمل دي ولا عمل دي، وعمل اللي بين دي ودي، اتلخبط، والكرة خبطت في رجله دي وبعدين في رجله دي وبعدين لحقها المدافع. فرصة من الحاجات اللي محدش يصدقها. بدأنا الشوط الماتش خلص 1-1، دخلنا الشوط الثالث. الشوط الثالث محمد حمدي كان عنده انذار وراح عامل فاول غشيم غشيم غشيم، يعني انذار 100%، ما حدش يقدر يقول مش انذار. خد الانذار واتطرد، وبقينا بنلعب 10 ولسه فاضل حوالي 25 دقيقة. اتطرد في الدقيقة 96. بعد الطرد منتخب مصر ما عملش ولا حاجة غير انه بيدافع ومنكمش وبيضيع وقت وبيدعي الاصابات لغاية اما قدروا يوصلوا الماتش لركلات الترجيح، وهم فاكرين ان ركلات الترجيح لصالحنا. للأسف ما كانتش لصالحنا. خرجنا، خسرنا افريقيا عادي، ما بنكسبهاش بقالنا من 2010. منتخب مصر فاشل طول ما اشرف صبحي موجود، وجمال علام موجود، ووليد العطار موجود، وحازم امام موجود، ولوسي هي اللي صاحبه الاعلانات والبث، وكوره بلس هي الموقع الرئيسي للكره المصريه. طول ما فيتوريا ماسك المنتخب، طول ما حازم امام مشرف على الكره في مصر، هتفضل كده، والجمهور يبات حزين. ما كله بيبات حزين، وطاب مسك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.